أخبار عاجلة وحصرية من داخل كنترولات الثانوية العامة، وخبر حصري من الدكتور محمد عبد اللطيف. تابع الفيديو ده، وما تنساش طبعا ان انت تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. وبإذن الله تعالى نكمل معاك في النتيجة والتصحيح وكل ما يخص الثانوية العامة من تقديم للكليات بعد ما تخلص. فاشتراكك وتفعيلك لجرس التنبيهات هيفيدك ان شاء الله تعالى الفترة الجاية. ويلا بينا نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. انزل دلوقتي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات اسفل الفيديو علشان ربنا يوفقك وتجيب مجموع عالي في الثانويه العامه. قبل ما بتكلم واقول اي اخبار، مصدر الخبر هو موقع الدكتور محمد رزق التعليمي عن طريق الصحفي الشهير الاستاذ سيد جاد، اللي هو صحفي اصلا في جريده الجمهوريه والاهرام. علشان الناس اللي هتقول لي المصدر، فالمصدر ذكرناه اهو. مبدئيا كده بيقول لك ان خلال 48 ساعه الدكتور محمد عبد اللطيف هيعلن عن نتيجه تصحيح امتحان ماده الفيزياء بعد التعديلات والتجديدات اللي حطها الدكتور رضا حجازي خلال لنموذج الاجابه خلال الايام اللي فاتت. وطبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن نموذج امتحان ماده الفيزياء وعرفتكم ايه الاسئله اللي تم الغائها تفصيليا. وكان في احد الطلاب كده سالني في فيديو سابق على القناه اشمعنى ماده الفيزياء بس هي اللي ممكن يتعدل النموذج بتاعها، ليه مش كل المواد؟ بص، هو من وجهه نظري ومن وجهه نظر المدرس برضو اللي هو اسمه محمد رزق التعليمي، شايف ان السبب في كده هو الدكتور احمد بركه او الاستاذ احمد بركه. ده كان مستشار سابق وهو حاليا هو اللي بيتواصل مع الوزاره. فمبدئيا كده احنا لو عندنا احمد بركه في التاريخ واحمد بركه في الجغرافيا واحمد بركه في الكيمياء، فهيتم عمل تعديلات في النماذج او الغاء الاسئله الصعبه. لكن مفيش اي مدرس من الخبراء او المستشارين السابقين بيهتم ويبص في الامتحان ويعمل فيديو ويتعب فيه علشان ان هو يبرز ان في اسئله صعبه محتاجه ان هي تتعدل. الخبر رقم 2 ان في ارتفاع لنسب النجاح في اللغات الاجنبيه الاولى واللغات الاجنبيه الثانيه وكمان ماده التاريخ عن العام اللي فات. بمعنى اصح ان في الثلاث مواد اللي انا قلت لك عليهم دول النسب النجاح اعلى من السنه اللي فاتت. وكمان بيقول لك ان نسب النجاح وفئات الدرجات مفاجاه. معلومه كده على السريع ان ممكن وزاره التربيه والتعليم تعدل نموذج اجابه من غير ما تعرف الطلاب، وده بيكون طبعا لصالحهم.